شكرا يا رجال على الاداء البطولي وعلى الاداء الرجولي طول البطولة، مش ماتش النهاردة بس. وشكرا ان انتوا كسفتوا المعرضين اللي كانوا عايزين يفرحوا فيكوا، الاعلام المعرض الفاسد اللي كانوا قاعدين يقولوا ما بلاش تروحوا ولا تروحوا، اصل هم رايحين عشان يعملوا عمرة. كفاية قرف، كفاية قرف بجد. اظبطوا اللايكات والسبسكرايب والشير لاصحابكم ويلا بينا نبدأ. ويعني بجد يا جماعة، الزمالك في البطولة دي عجبني جدا 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 جدا. ماليش دعوة تأهلنا ما تأهلناش، لعب رجولي، لعب بشكل حلو جدا طول الثلاث ماتشات. لعب جميل، لعب رجولي، كل حاجة كانت موجودة. في لعبة كتير كانوا دايما ما كانوش بيعجبونا، بس الزملكاوي اللي هو يعني بيتكلم بحق ربنا هيتكلم عن اللعيبة دي ولازم يديهم حقهم. يعني بلاش، اصل احنا حافظين، كله حافظ ان مش عارف مين وحش وده وحش وده وحش، فهيفضل وحش طول عمره حتى ما يعمل ماتش حلو هنفضل نقول عليه وحش. لا يا حبيبي خالص. ده النهارده بقى بالذات كده. لو حد كده يعني، مين نجوم المباراة مثلا بالنسبة لي؟ نجوم المباراة خط الدفاع كله، خط الوسط كله، كل اللعيبة. عارف اقل لعيبة مين كانوا موجودين؟ اللي هم نجوم الفريق اساسا. اه، شيكابالا وزيزو. يعني شيكابالا وزيزو مش عارف، كل ما الكرة تجيلهم بيقعدوا يفكروا كتير قوي عشان يباصوا يشوطوا يعملوا عرضية. عرفت تحسهم ايه اللي هو مهنجين مثلا. شيكابالا ممكن معذور عشان هو لاعب في السن ده وبيلعب ماتشين كاملين وبعد كده بيلعب التالت اساسي، معذور. بس زيزو بغض النظر انه جاب ضربة جزاء، هو اقل ماتش عمله في الثلاث ماتشات في البطولة. كان نيجي بقى اللعيبه، كل وحتى والله النهارده شفت برضو ناس بتشتم فيهم. عمر جابر نجم المباراه. عمرو السيسي رائع رائع بجد والله العظيم. لو هو بيلعب بالشكل ده عموما، انا والله انا مش عايز يا عم لاعب في المكان ده. انا عايز عارف لو عمرو السيسي ده بيلعب زي الماتش اللي فات والماتش ده، انا والله والله بجد يعني انا مكتفي جدا بيه ومش عايزه يمشي ومبسوط جدا بوجوده. دونجا برضو كويس. يعني كانوا حرفيا قافلين الملعب. عارف ان تبديلات اسوريو بوظت الدنيا، اللي هي تبديلة سكر والتبديلة بتاعت نيمار، ما كانش ليهم اي 30 لازمه. احنا كنا مقفلين عليهم ميه ونور وكهرباء، وبلاش نجيب سيره قطع الميه والنور والكهرباء لحسن يقطع علينا واحنا بنعمل الفيديو. لكن الفريق بجد يعني عاجبني جدا النهارده. يعني الناس اللي بتدخل خرجت من البطوله. جيب لي كده هجمه واحده صبحي صدها. يعني قول لي كده هجمه واحده صبحي صدها. هما تقريبا الماتش من اول ما بدأ احنا جبنا جون، اتحسب تسلل، هم جابوا جون اتحسب تسلل. بعديها احنا وصلنا للجون مرتين تلاتة مثلا في الشوط الاول. كان في كرة سيف الجزيري الحارس شالها، وكان في كرة تانية. هم ما عملوش اي كرة تانية غير كرة كده من ركنية، دي كانت الشوطة الوحيدة اللي عملوها طول الماتش قبل الجون اللي جابوه، اللي هو كان في اواخر الماتش. الشوط التاني، الشوط التاني كله ما عملوش ولا هجمة، ماسكين كرة بس. واحنا وصلنا وضربة جزاء وجون، ووصلنا تاني ونداي ضيع ومسلوسي ضيع، ووصلنا كذا مرة للجون. يعني بنعمل خطورة رغم ان احنا اللي بندافع، ورغم واحنا مقفلين عليهم كل المناطق. حتى بص بيلعبوا ماني وكريستيانو رونالدو وبروزوفيتش وفوفانا وتيليس وكونان ده ولا مش عارف ايه، كمية أجانب. ده أنت يا عم، ده أنت وبتقعد تشتم في اللعيبة في الآخر وبتقلل من اللعيبة. دي اللعيبة دي أرجل، يعني أرجل لعيبة في البطولة كلها. ده أنت باللعيبة دي كان كل الإعلام ويقولوا دول رايحين مش هيخسروا، بس دول هيخسروا سكورات. احنا الماتش الأولاني كسبنا أربعة، ماشي. ده اللي الفريق اللي هو الشباب، اللي هو الفريق الشباب ده اللي هو اصلا الدولة السعودية اصلا عايزين يأهلوه بالعافية. الشباب دول مش دافعين فلوس في لعيبة، فدفعوا فلوس في حكام. فايه، اول ماتش انتهى 0-0، تاني ماتش يقعدوا يدافعوا ضربة جزاء كده من الهوا، ضربة جزاء يكسبوا بيها. النهارده برضو مش عارفين يكسبوا من الاتحاد المنستيري اللي كل الناس قالوا عليه فريق ضعيف. ادوهم ضربة جزاء كسبوا بيها برضو 1-0. يعني هم تأهلوا بضربتين جزاء، طول الثلاث ماتشات ما جابوش غير جونين ضربتين جزاء. فما تتكلمش بقى عن الامكانيات والرجوله ومش عارف ايه. الشباب ده مش فرقه كوره اساسا والله، فرقه بتشحت كوره حرفيا، فرقه الشباب السعودي. وخسرنا منها بضربة جزاء، يعني فضيحة اقسم بالله، ضربة جزاء فضيحة. لاعب واقف بظهره بشكل كامل وبيحسب ضربة جزاء، يعني المفروض هيشوف الكرة هيشوف اللاعب يعني هيشوف ايده دي ازاي. الا لو قطعها بقى، يعني المفروض يقطع دراعه كده عشان ما تتحسبش عليه ضربة جزاء. ما ملاش غير كده بصراحة. طول البطولة عاملين مباريات عظيمة، دخل فينا جونين في ثلاث ماتشات منهم ضربة جزاء.
ضرب جزاء نصب كمان. والنهارده بنتعادل، ويعني جون في اخر دقيقتين كنا يعني خلاص هنتأهل، ويعني وجون من اسطوره زي كريستيانو رونالدو. انا عارف ان الجون برضو خطأ دفاعي، اكيد ده شيء اكيد، بس انا بتكلم في شيء طبيعي يا جماعه. انت بتهزر ولا ايه؟ مع اي زملكاوي ما مش هنسيح على بعض. احنا قبل الماتش قلنا يا رب ما نخسر سكور، ولقينا اللعيبه بتلعب برجوله في الماتش. عمرو السيسي ودونجا وعمر جابر كانوا من نجوم المباراه. وسيف الجزيري اسوأ حاجه الراجل عملها بصراحه انه خرج سيف الجزيري. سيف الجزيري بالنسبه لي هو رقم واحد في المباراه النهارده. كل كوره هو كان يعني كان بيقدر يحيي اي كوره ميته، وكان يقدر يوصلك بيها لاي حاجه، لاوت، لهجمه مرتده، يستنى اللعيبه يتقل على الكوره. كان عامل لهم ازعاج. لما خرج ريحهم. بس يعني ايا كان، اوعى تفتح بقك على اسوريا. الراجل ده هو اللي عمل الفريق الرائع ده بلعيبه كحيانه، بلعيبه على قدها. بص عمل الفرقه عامله ازاي. هم نفس اللعيبه دي اللي كان ضغوف كان بيخسر من اسوان ومن داخليه ومن غزل المحله ومن كل فرق الدوري. كل فرق الدوري كانت بتحط على دماغنا وكانوا بيدوسوا على وشنا. كنت تقول لهم اصل الامكانيات، لكن هو الضغوف بتاعنا مدرج جامد قوي، بس احنا مظلومين مع اللعيبه الوحشه دي. اهو الراجل ده ماشي، هو اكيد بيعمل اخطاء واسوأ حاجات عملها يعني من ساعه ما جه هتكلم عليها كده كده. بس الراجل عمل من فريق ما بيعرفش يلعب كوره الفريق عامل ازاي. والله النهارده يا جماعه السيسي حتى غير دفاعيا، غير الكلاحه الدفاعيه اللي عنده في كام كوره والله كان بيتقدم فيهم بشكل حلو جدا، وكان بيوصل وبيطلع لقدام. انا استغربت النهارده والله لو هو بيلعب كده يا جدعان رائع بجد. انا نفسي لو ده اداؤه بجد، يعني لو ثبت على الاداء ده والله ما فيش احلى من كده. انا شخصيا فاجئني. بس الناس اللي حافظه بالشهمة من غير ما يتفرجوا على الماتش هيقول لك هو دونجا وهو عمر جابر. عمر جابر ده من اكتر الناس، لو في ناس متابعاني من زمان هيعرفوا ان عمر جابر ده اكتر واحد كنت بشتمه، كنت قرفان من شكله اساسا. بس عمر جابر حامل من البطوله دي 3 ماتشات حلوين جدا، والنهارده كان رائع. حتى اول ما خرج هو عمرو سيسي على طول لبسنا الجون على طول. يعني بجد يا جماعه كفايه تقعدوا تهاجموا لعيبه وخلاص، يعني من غير ما تتفرجوا على الماتش. هو ده السبب وده السبب وده السبب. ما بالنسبه لاوسوريو، بدأ المباراة بشكل عظيم جدا، بعد كده تبديلاته هيس فيها، خاصة لما خرج سيف الجزيري، وبعد كده اما دخل حاتم سكر ونيمار، وفضى نص الملعب بتاعنا اللي كان مليان وكان عامل زي غابة كده، غابة سيقان موجودة في خط الوسط. بس شكرا جدا لأسوريو، واتمنى ان هو يفضل معانا اكبر فترة ممكنة. الراجل ده رائع بجد، محتاج بس تدعيمات. نعمل له تدعيمات ويا رب، يعني ايا كان مرتضى قاعد ماشي لازم يحصل تدعيمات في الفريق. وهتشوفوا الزمالك مع الراجل ده في حتة تانية خالص.